كلنا ولاد تسعة، جملة مشهورة بتتقال في مواقف كتير عشان تدل إن كلنا واحد وإن كلنا قعدنا في بطن أمهاتنا 9 شهور. في جملة تانية ده ابن 7 تتقال على مواليد الشهر السابع، حتى بتبقى مرتبطة بإن خلقه ضيق فنزل بسرعة. بس هل سمعنا قبل كده جملة ده ابن 8؟ هل في أصلا حد اتولد في الشهر الثامن؟ أنا دكتور أحمد بدر الدين وهقولك في الفيديو ده حاجات أول مرة تعرفيها عن الولادة في الشهر الثامن. فكرة الولادة في الشهر الثامن فكرة مرعبة للسيدات، لأن أغلب التجارب اللي شافوها قدامهم تخوف، وللأسف أغلبها بتنتهي بفقدان الجنين. طب ليه بيحصل كده؟ أعتقد كلنا متفقين في فكرة إن كل ما الجنين قعد في رحم الأم كل ما كان أفضل. إن شاء الله حتى يفضل 10 شهور أو كل يوم بيكتسب حاجة جديدة من الأم، بينمو بشكل صحي. أما بقى بتحصل ولادة مبكرة زي إن هو يتولد في الشهر الثامن، ده بيخليه لسه ما اكتملش بشكل كافي في إنه يواجه الحياة، لأن اللي بيحصل في الشهر ده إن هو بيتكون الجهاز المناعي للجنين، والأهم إن هو بيحصل فيه نمو الرئة. فكرة انك تتخيل ان كده الجنين نازل ما عندوش مناعة والرئة بتاعته لسه ما اكتملتش، ده غير ان ممكن تحصل مضاعفات تانية زي حدوث اضطراب في درجة حرارته، انخفاض السكر او ضغط الدم، تعرضه لمشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها. اظن كده عارفين ليه اغلب مواليد الشهر الثامن للاسف مش بيقدروا يواجهوا الحياه. بس هل ده معناه ان كل مواليد الشهر الثامن بتموت؟ مساله موت او حياه الجنين دي حاجه بايد ربنا، واحنا كدكاتره نسا بنقدم كل اللي نقدر عليه عشان صحه الام والجنين. في حالات الولادة المبكرة بنكون مركزين جدا إن الطفل يخرج سليم، عشان كده بنحاول نتجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل في الوقت ده عن طريق إن احنا بندي حقن سترويدز زي الديكساميثازون عشان تساعد على نمو الرئة بشكل أسرع. بندي فيتامينات للأم عشان تحسن من مناعة الجنين، والأهم بنتابع الحالة أول بأول باستمرار ونكون جاهزين لأي طوارئ. كإجابة للسؤال هل ابن الثامن بيعيش؟ أيوة، في حالات كتير حصل بالفعل إن الطفل اتولد في الثامن وبعد ما بيتحط في الحضانة لمدة بيخرج منها سليم وعافي وبيعيش بشكل طبيعي جدا. طب يا دكتور أنت قلت إن كل ما الجنين بيقعد في رحم الأم كل ما كان أفضل ليه بقى الولادة في السابع أحسن من الولادة في الثامن؟ فكرة إن الولادة في السابع أفضل دي فكرة مكتسبة من التجارب، بس هي مش علمية، لأن زي ما قلت كل يوم في رحم الأم أفضل من بره، والدراسات كلها بتنفي الفكرة دي. سواء الولادة في السابع أو في الثامن، في الحالتين دي ولادة مبكرة. بالعكس كمان ده الثامن أفضل، لأن الجنين قاعد في رحم الأم فترة أطول. في النهاية أحب أقول إن ولادة طفل سليم عايش ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، سواء بقى في السابع أو في الثامن أو حتى في التاسع. ما علينا سوى الاجتهاد وتجنب عوامل الخطر. فما تقلقيش وحافظي على تعليمات دكتورك، اهتمي بصحتك، خدي ادويتك، هتكون كل الامور بخير ان شاء الله. شكرا لك.